الموضوع بيبدأ بموهبة، لعيب كورة، كاتب، مغني راب، او حتى صانع محتوى. يجي لك وكيل لعيبه يقول لك ان هو هيبيعك لنادي كبير، هيسوقك، هيحقق لك حلمك. او تجي لك دار نشر تقول لك انها هتطبع الكتاب بتاعك، بس يا دوب هياخدوا نسبه من الارباح، او بمعنى صح انت اللي هتاخد نسبه من الارباح. نفس الكلام شركات الانتاج مع الرابرز. المشكله مش بس بتبقى في الاستغلال، لان انت بتوصل للي انت عايزه، بتحقق حلمك، بتوصل للناس، وبرضه بتكسب فلوس. حقك اكتر من كده بكتير، بتتسرق وبتتنهب، بس ممكن انت لوحدك ما كنتش توصل للارقام دي ولا للناس دي ولا للفيوز دي ولا اصلا للفلوس دي. بس المشكله فعلا فين؟ لما تحول الموهبه دي لمكنه ما عندهاش اي مشاعر، ما فيهاش اي روح، بتحاول تطلع منها فلوس باي طريقه. الشخص اللي الناس علقوا بيه وحبوه عشان موهبته، حبوه عشان الفن بتاعه، حبوه عشان الحاجه اللي هو بيقدمها لهم، واللي كانت الاول يمكن ما بتجيبلوش اي مقابل، بس كانت صادقه، كان فيها روح. الفلوس بتدخل بتقول له بقى ايه؟ شفت النجاح اللي انت عملته ده؟ احنا عايزين زيه. مش مهم بقى تعمل حاجه صح، مش مهم تعمل حاجه الناس بتحبها، المهم ان انت تعمل حاجه تنجح، حاجه تجيب فلوس. احنا هنصرف عليك بس في نفس الوقت احنا مستنيين منك مش بس تغطي اللي احنا صرفناه ده انت تجيب لنا كمان اضعاف اللي احنا صرفناه فلوس. عموما انا مش جاي اكلمك عن سرقه ونهب شركات الانتاج للمواهب. العلاقه في الاخر تبادليه، فيها ظلم كبير للمواهب. وحتى لو رحنا لنقطه ان هم بيحولوا المنتج اللي المفروض يكون فني لحاجه تجاريه جدا، اهم حاجه فيها انها بس تجيب فيوز وفايرال، مش مهم انها تكون فيها ابداع خالص. بس معظم الرابرز اصلا بيبقوا موافقين على ده، ما عندهمش مشكله، بيغيروا لونهم، بيغيروا مبادئهم، بيغيروا كلامهم، وعادي جدا. بس طالما هم بيوصلوا للارقام اللي هم عايزينها، طالما هم بيوصلوا للفلوس لاي سبب بقى، سواء دي قناعاته الجديده او لان هو راجل مستفاد. المشكله فعلا بتبقى عند الرابرز اللي مش مشهورين واللي بيتعلقوا باي قشه عشان يظهروا، حتى لو العقد اللي هيمضوه ده هيبقى من غير اي مقابل، حتى لو هم كمان اللي هيدفعوا فلوس للشركات دي عشان تنتج لهم. المشكله في حته شركات الانتاج دي ان انت الفنان حتى لو هو قابل بالعقد، حتى لو هو ما عندوش مشكله، هو بيتحول زي ما قلت المكنه، فبيبقى مطلوب منه كميه تراكات او يشتغل لساعات طويله جدا يمكن مفيش بني ادم يستحملها. عارف ان ده تسجيل تراكات، هو مش مثلا شغال في شغلانه صعبه بدنيا، بس لا، ذهنيا الموضوع يمكن اصعب من بدنيا. انا واحد صانع محتوى وفقير فاشتغلت الشغلانتين. اشتغلت فكره ان انت بس تبقى صانع محتوى شغال بتحاول تبدع بس تطلع فكره من دماغك، واشتغلت شغلانات تانية بتعتمد على مجهود بدني اكتر. لا طبعا اي شغلانه فيها مجهود بدني احسن بكتير، انت مع الوقت جسمك بيتعود، لكن دماغك عمرها ما بتتعود. دماغك دايما بتوصل لمرحله الضغط بيبقى صعب قوي عليها، التفكير، الارهاق، عدم النوم، كل ده عشان تطلع حاجه هي مش شبهك، هي بس حاجه الشركه طالباها منك عشان تكسب فلوس، مش عشان تقدم حاجه لكاريرك ولا الليجاسي بتاعك. وكنا حكينا في فيديو على ام اي راب هتلاقيه عن مشكله ارسنك مع الشركه، وقتها السين كله تعاطف معاه. فيا ترى في كام فنان غير ارسنك حصل معاهم نفس الحوار؟ يا ترى في كام شركه غير الشركه اللي نصبت عليه وقتها عملت كده مع كام فنان وما قدرش ان هو يحكي؟ بعيدا عن قصه الشركات نفسها، في بلاوي بتحصل في الراب سين، في بلاوي بتحصل من الكل. اشكال النصب في الراب سين كتيره جدا. يعني اتكلمنا عن الشركات، في كمان نصب بيحصل من البيدجات، سواء تدفع لهم فلوس فيجيبوا لك فيوز بس مش حقيقيه، او تدفع لهم فلوس ويوعدوك بفيوز مش بتيجي، او نصب من البيدجات دي اصلا على الفانز. والحاجه اللي مش متاكد هي لسه موجوده ولا لا، بس اكيد لسه موجوده لانها حصلت معانا شخصيا، هي نصب الاستوديوهات على الرابرز. في اخر 2016 انا رحت سجلت تراك، والراب وقتها كان مختلف تماما. كان الاستوديو ده عباره عن واحد وكام واحد صاحبه مثلا واخدين شقه او واخدين مكان وعاملين استوديو، مش استوديو بجد يعني. رحت سجلت، دفعت الفلوس ومشيت، ويعدي اسبوع والتاني والتالت والتراك ما بيجيش. واللي عرفته بعد كده ان ده بيحصل كتير، استوديوهات كبيره نفسها بتعمل كده عادي جدا. ده غير بقى كمية نصب في فلوس الحفلات اللي بتبقى بشكل مش طبيعي، سواء ان اللي ماسك الحفلة بينصب على الرابرز اللي في الحفلة، او الرابرز بينصبوا على بعض، او والموضوع ده بيوصل لمين؟ بيوصل لناس زي ابي يوسف وعفروتو، بعيدا عن مصداقية القصة اللي اتحكت، وبعيدا عن بعد كده سانتا قال ان عفروتو توصل له فلوس. والمود دارك زي المود بالظبط، وانت حتى خدت فلوسك ساعة حفلة فاميلي بارك. ده غير بقى اكتر نوع نصب منتشر، وهو النصب من الرابرز الاسامي الكبيره عموما على الرابرز التانيين اللي اقل منهم او اللي اقل شهره. الموضوع بدا من زمان قوي. كان عندك مثلا بدون ذكر اسامي لان الراجل كلمني من فتره، بس حد كان معروف قوي، كان من التوب 10 يا عم في الراب سين في فتره ما قبل شهره الراب سين طبعا. حاله اتدهور والدنيا جت عليه، فبدا يستغل اسمه وشهرته في الراب سين ان هو بيقابل الفانز بتوعه او الرابرز الجداد. وتخيل بيعمل ايه؟ تخيل بيسرق تليفوناتهم. القصة دي أنا لما سمعتها مرة واتنين وتلاتة ما كنتش مصدقها، لأن دايما اللي بيحكي لي كان بيحكي لي عن حد اتسرق منه،
بس لما اتحكيت لي من اللي اتسرق منهم نفسهم، من كذا حد اتسرق منه، ما بقتش لاقي صراحه اي حجه لنفسي ان انا اكذب القصه دي. وعلى حسب معرفتي بعد كده ان هو اعترف بالحوار ده. بس ما علينا، انت لو متابع من زمان هتبقى عارف انا قصدي على مين، ولو مش متابع فدي قصه بجد ان حد يمكن الدنيا جت عليه، يمكن اتظلم فنيا، بس ده مش مبرر ابدا انك تعمل حاجه زي دي. دي سرقه اصلا يعني انت بتقول ايه؟ ده غير نصب الرابرز على بعضهم في فلوس التراكات. يعني اشهر اتنين حصل بينهم الحوار ده كان ويجز وبابلو. كنا حكينا القصه كامله في فيديو بيحكي عن سبب بيف مروان بابلو وويجز، واللي كان بيف نكش بس حكيته على ام اي راب مش هنا. والحاجه اللي جاي اكلمك عنها بالتفصيل النهارده هي نصب الرابرز المشهورين على الرابرز الاقل شهره. معروف لو عايز تعمل فيت مع حد، الحد ده نوعا ما مشهور او نوعا ما اسمه معروف، طبيعي بيطلب منك فلوس. ما بيبقاش الموضوع بس ان فيرس مني على فيرس منك والتراك ينزل وزي ما يجيب، لا لازم تدفع فلوس عشان الفيرس ده بيبقى بفلوس. ودي حاجه عاديه جدا يعني، حتى اعتقد الفنانين المشهورين دول بيدفعوا فلوس للفنانين الاشهر منهم، عادي بتحصل. الراب بقى كله بيزنس عموما. والموضوع مش ان انتوا بتتقابلوا مثلا وبتسجلوا تراك مع بعض، لا انت بتسجل الفيرس بتاعك وهو بيسجل الفيرس بتاعه وتبعت له فلوس وبيبعت لك الفيرس، والموضوع بيتم عادي يعني. لكن الرابر اللي معانا النهارده حصل منه موقفين ويمكن اكتر، لكن اللي وصلني موقفين وانا كنت محتار هل اتكلم عنه هل اذكر اسمه. فالحقيقه ان انا لقيت ان هو اندر ريتد بالنسبه لناس كتير. ناس كتير ما كانتش تعرفه وعرفته مني، او كانت تعرفه وفيديوهاتي اللي انا كنت دايما بمجد فيها خلتهم يحبوه او عارفينه بيحبوه عادي جدا. برضه مش قصدي ان انا اللي شهرته يعني، اكيد هو جامد، دي حاجه بره عن اللي احنا هنحكيه. قوتك الفنية ما تشفعلكش ابدا في اللي احنا هنتكلم عنه، وخصوصا لما تبقى اكتر حاجة شهرتك، اكتر حاجة مخليه الناس تحبك هي الليركس بتاعتك، الكلام اللي انت بتقوله، المبادئ اللي انت بتحكي عنها. دايما كان تعاطفي مع رع ان انا بحس ان هو مش بايع نفسه لشركة انتاج، ان هو ما بيحاولش يعمل اي حاجة من الالوان الجديدة عشان يفايرل. عمل دريل بس لا، ما تلاقيش مثلا رع بيحاول يودي في حتة مش بتاعته. دايما الراجل محافظ على قيمته الفنيه. دي حاجه كانت بتخليني احط رع في حته يمكن اعلى من ناس كتير جدا. وشوف فيديوهاتي اللي بتكلم فيها عن تقييم الرابرز، انا كنت بعشق حاجه اسمها رع. سبحان الله، اول السنه دي حللت تراك لرع لان انا اكتشفت ان انا مش محلل ولا تراك لرع. ده بسبب ان هو ما بيجيبش فيوز. دايما عشان تعمل فيديو لازم الشخص اللي تعمل الفيديو عنه يبقى بيجيب فيوز عشان انت تستفاد. بس رغم كده التراك اللي عمله في اول السنه كان عاجبني جدا، فقلت مش مهم الفيوز، مش مهم استفاد منه اي حاجه، المهم ان انا اتكلم عن الحاجه اللي هو عملها، الحاجه اللي انا كنت شايف وقتها انها حقيقيه جدا. لان انا اللي شايفه قدام عيني ان هو مظلوم، ان هو يستحق اكتر بكتير من اللي هو واصل له. كنت حاسس ان كمان صحابه بايعينه، يعني هو كان مع الناس دي من زمان، ليه هم اتشهروا وهو لا؟ اكيد هو اللي مش عايز يبيع نفسه، اكيد هو عنده مبادئ، عنده قيم. بس تتصدم لما تعرف ان مرة واتنين هو بيعمل اسوأ حاجة ممكن حد يعملها، الغدر والخيانة والمين لحد جاي يعمل معاك تراك. فاهم؟ هو حد شايفك حاجة كبيرة وقدر ده، ورغم ان انت مش اكتر حد بتجيب فيوز هو قرر ان هو يبعت لك فلوس في مقابل ان هو هيعمل معاك تراك. هتبقى ايه النتيجة؟ تاخد الفلوس وتختفي. مش مرة ويمكن مش مرتين، يمكن اكتر. بس حالتين معايا في فيديو النهارده حصل معاهم نفس الحوار مع رع. اسمع ليا السحر والجمال بس فيها السحر الاسود او الحور عالشمال. وسام انا هحكي لكم قصته من اول يوم، لان انا كنت مع وسام من بدايه الاحداث خالص. وسام كلمني وتواصلنا وكنت حللت له سلسله الدسات اللي هو عملها. بعدها بقت علاقتنا اقرب شويه من حته بس ان اللي بينا بيزنس. فهو قال لي ان الخطوه الجايه ان هو هيعمل فيت مع حد من الراب سين المصري يكون اسمه معروف شويه. فاقترحت عليه اسامي وهو كان اصلا حاطط في دماغه كذا اسم. بعدها بفتره قال لي ان هو تواصل مع رع وقال لي ان خلاص الفيرس بتاع وسام خلص وواقف بس على فيرس رع اللي رع وعده ان هو هيعمله قريب. ده فيديو سكرين ريكورد كنت انا طلبته من وسام عشان اكد لاي حد. انا خلاص متاكد عن نفسي لان انا متابع الموضوع من الاول، بس عشان اكد لاي حد ممكن يشكك او يقول ان مثلا السكرينات اللي كنت هظهرها في الفيديو ده متفبركه او فوتوشوب. لا، انا جبت لك فيديو كامل اهو، باين قوي ان مش ملعوب فيه، باين قوي ان الفيديو حقيقي، باين ان ده اكونت راح فعلا بنفس عدد الفولورز بنفس الناس اللي متابعاه. ده غير طبعا الفويسات اللي بتاكد 100% ان ده رع، وان مش مثلا حد ماسك الاكونت بتاعه بينصب بيه على الناس. فاهم؟ لو من بره يعتبر اسهل اسرع طريقه نقدر نبعت بيها ويسترن. هو ربنا الفيرس رايق. انا برضو هخلي حاجه فاهم على مستوى الراب العربي، ان انا بحب الراب السوري اصلا. انت مش فاهم، وسمعت عندكم ناس جامده كتير، انا متابع يعني.
فتعالى نعملها شيء، تعالى نعملها وحاول تبعت لي الفيرس برضو عشان اخد الطاقة بتاعته. و فزي ما انت شايف ده جزء من الشات ما بينهم على الانستجرام وعلى الواتس. وبعد الاتفاق وسام كان بعت لي الفويس ده. انا جايب لك اخبار بس توعدني ما حد حيعرفها غيرك. ان شاء الله هتظبطت الامور مع راعة مشان الفيتشر. فحيكون اول فيتشر الي مع راعة يا مان، وان شاء الله الاسماء اللي حكيت لك اياها لسه باذن الله حاعمل معاها كمان اعمال. بعد كده تعدي الايام ولا ان وسام بيحكي لي حاجه، بيقول لي ان هو حكى لحد ان هو هيعمل فيت مع رع، فالحد ده بعت له الفويس اللي هو حاطه في الديس وهنسمعه مع بعض في التحليل. بعد يوم او يومين هتلاقوا تحليل الديس بتاع وسام اللي هو نزل خلاص. هنحلل عموما الديس ده، بس دلوقتي هكلمك عن اللي حصل. حد ده قال له ما تبعتش فلوس لرع، حد ده قال له ان رع عمل موقف قبل كده مع حد بعت له فلوس عشان فيرس وما بعتلوش الفيرس واختفى. الحد ده هو شاب اسمه بولت، كان بيغني راب وموقف حاليا بس هيرجع. هسيب لكم برضو لينكاته في الديسكريبشن. بعد كده يا عبد الرع عبد حواجبك بالام سلاحي ناطر يحكي بوم. عامل ايه؟ انا اسمي بولت برضو يعني براب، بس انا قافل البيج بتاعتي بقالي مثلا بتاع سنتين ولا حاجه قافل البيج ولا 3 ما نزلتش من ساعتها. عموما عشان تبقى عارف اللي حصل بيني انا وهو، ان انا الكلام ده اصلا قول مثلا 2022 2021. فعموما لونج ستوري شورت ان انا بعت له نص فلوس، وهو قال لي على ديدلاين ان هو هيبعت لي، ان هو قال لي ابعت لي فيرس ماكسيموم على يوم كذا. قلت له تمام حلو. رحت للكينجو، لو عارف كينجو، سجلت الفيرس عنده. جامد يا بولتو مش جامد يا بولتو وبتاع. بعته له. لا يا اسطى الكورس جامد وعجبني ومش عارف ايه، هديك الفيرسايه ومش عارف ايه. حلو حلو. كل اسبوع اكلمه يا اسطى الفيرس في التعامل، اقول له طب بعديها الاسبوع اللي بعده ايه يا اسطى فين الكلام؟ بيقول لي يا اسطى فيرس في التعامل. بص يا اسطى لو قال لك فيرس في التعامل قول له ماشي خلصانه. يعني بص يعني كيكا دو از يو ويش، يو وانا باك اوف باك اوف، عايز ستي. بس ان جنرال عموما انا بعت له ال1000 ونص زي ما قلت لك في الاول. كان يعني في باي ذا واي كان ساعتها انا كان عندي زي مدير يعني او كده. حلو. فانا المدير بتاعي ده كان اتكلم مع مدير بتاعه. حلو. كان ساعتها لما هم اتكلموا مع بعض بوث ده قال لك ايه الفيت ب 2K. تمام. بعديها مثلا سينا ويك اور سو، بعديها باسبوع ماكسيمم قال هو لقيته مكلمني ولا مش فاكر ايه اللي حصل. قال لي بص يعني راع نفسه. حلو. قال لي بص انت التعامل دلوقتي معايا انا دايركت، فكك بقى من مديرين ومش مديرين، التعامل معايا واتكلم معايا ومش عارف ايه. قعدنا نرغي بتاع نصايه ونحكي ونتكلم ونتعرف يعني عموما وبتاع. بعد كده قال لك ايه بقى، عشان تبقى عارف برضو، هو بس المدير اللي كان معايا ده انا طفشته ومش عارف ايه مشيته ومش عارف ايه. هو كان قال لك رقم غلط ان هو كان ب 2000 ومش عارف ايه. لا يا حبيبي لا يا باشا اسمه ايه الفيتشر ب3 ومش عارف ايه، تمام معاك مش تمام معاك. قلت له لا يا عم مفيش اي مشاكل. وانا الصراحه كنت ممكن اختار موسى سام ساعتها، ما علينا. فرحت بعت زي ما بقول لك ال1000 ونص، وزي ما بقول لي فيرس في التعامل بلا بلا بلا. الموضوع قعد يعني فوق ال3 4 شهور كل يوم كده فاهم، كل اسبوع قصدي على كده، كل شويه يقول لي كده. وغير ان انا اعرف ناس في الراب سين ان جنرال، مش البيج الراب سين، قصدي الراب سين المصري ان جنرال، سواء بروديوسر سواء رابرز سواء مصورين سواء اي. بص انا الحمد لله اي جوت ذا كونتاكتس. فان جنرال في ناس كتير فشخ نزل عليه اتكلم عليه، اللي هو لايك ازف ان انا احكي الحوار في لايف ولا احكي الحوار في فيديو. البيجات كلها تشير لك كله مش عارف ايه. انا نيتي صافيه الحمد لله، قلت لا مش هعمل كده. I don't need this attention shit. I'm not that type of person. انا كده اصلا ممكن اقفل على نفسي اصلا واقعد اسجل واطلع ترند ان شاء الله. فاهم قصدي؟ انا كده مش محتاج حد الحمد لله. فعموما عشان تبقى عارف بعت له ال1000 ونص الثانيه عشان هو كان اداني فاينل ديدلاين. ده غباء مني. فانت يعني عموما انت المفروض ما كنتش تبعت اي حاجه غير لما تاخد منه اي حاجه، غير لما تاخد منه حتى ان شاء الله بارين 3. فاهم قصدي؟ البار بفلوسه. يعني لو انت دلوقتي يعني هو دلوقتي مثلا اداك نص الفيرس ولا اداك كورس ولا اداك وات ايفر، انت تديله مثلا نص الفلوس او كده. فاهم اللي انتوا اتفقتوا عليه. زي ما بقول لك
ان هو لما بعت له الفلوس الاخيره فجاه اوت اوف نو وير اختفى. يعني مش اختفى بمعنى ان هو عمل لي بلوك والجو ده، لا، هو فكره ان هو ممكن يكون لحد دلوقتي زي ما بقول لك، انا عامل، لو تفتكر انا عامل دي اكتيفيت للانستجرام اكونت بتاعي المين يعني بتاع الراب بيج وبتاع، كان لسه كان عندي على الانستجرام، فممكن لحد دلوقتي يبقى عندي، وانا كده كده اي جاد شات اي جاد فويس نوت، انا عندي كل حاجه اللي كانت ممكن تاكد ان انا فعلا صح، فاهم قصدي؟ بس انا ما رضيتش اعمل حاجه، ما رضيتش اعمل له حاجه برضه، انت فاهم؟ زي ما بقول لك النهارده تايب اوف بيرسون ان انا بقى ايه، ناس تحس ان انا ام جرابينج اتنشن ولا مش عارف ايه، لا 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 I'm not. فبقول لك زي ما بقول لك بعت له الفلوس الاخيره، زي ما بقول لك ان هو شبه اختفى. اخر مره كلمته كان هو مش موجود if you know what I mean. والده اللي رد عليا، لا عبد الله مش موجود دلوقتي، عبد الله اللي هو رع، لا هو عبد الله مش موجود دلوقتي. بيقول لي طب حضرتك هيرجع امتى ومش عارف ايه، معلش ان انا بزعج حضرتك وبتاع، انا ما كنتش عارف فاسبوعين كده. انا قلت خلاص شكرا، انا اللي هو ايه اوكي اتس فاين ويز مي، بس خلاص اللي هو بالنسبه لي يعني انا ما كلمتوش تاني من ساعتها. بس هو ناس كتير عارفه الحوار ده يعني، وناس تبقى راندم تبقى عارفه الحوار ده عشان تبقى فاهم، بس ده في مصر كده كده مش بره. باي ذا واي عشان تبقى عارف البيربس بتاعي، لو انا كنت نزلت الفيديو اللي انا بتكلم عليه او البيجات اللي اتشيره والجو ده، عشان انا كنت قايل لك الناس قالت لي اعمل كده، نزل فيديو او نزل لايف او مش عارف ايه، ان انت بتتكلم على راعي عمل 1 2 3 البيجات كلها تشير لك. انا البيربس بتاعي ان انا لو كنت هعمل الفيديو ده ان ما حدش يشتغل معاه او يضمنه زي ما انت جاي تكلمني دلوقتي، فاهم قصدي؟ ده كان البيربس بتاعي، مش البيربس ان انا اخد التنشن بتاعه عشان هو اصلا الفان بيس بتاعه مش فارق لي. بس ذاتس ذا اوفرول. بولت لو انت ما تعرفوش فهو عمل فيت مع سانتا، فالراجل يعني فاهم، لو انت مش مصدق اللي هو بيحكيه، لان انا هبعت لك تفاصيل وادله كلام وسام مع رع، مش هبعت لك تفاصيل وادله كلام رع مع بولت، بس بولت كان عامل تراك مع سانتا فاهم، فهو بعت لرع زي ما بعت لسانتا، سانتا عمل التراك وخلاص الفيت خلص ونزل وموجود على اليوتيوب، لكن الفيت اللي مع رع ما نزلش لان رع ما بعتش الفيرس بتاعه. الكلام ده قلق مين؟ قلق وسام اللي خلاص هو بعت الفلوس لرع، فالحقيقه ان رع ما عملش اي حاجه، ما عملش اي بار حتى في الفيرس. طيب عشان تبقى فاهم الكلام اللي في السكرينات داير على ايه، هنا وسام دخل يكلم رع بعد ما رع اتاخر عليه في التراك او في الفيرس، وكان مقرر ان هو يبقى كليب اصلا. فرع بيقول له ايه بقى، بيقول له بص هو انا مش هتاخر عليك قوي، بس انا حسبت ايجار التصوير في استوديو ومعدات وهيكلفني $200 كمان بعد ما سالت المكان والشابين اللي هتصور، انت فاهم؟ فبدأ يجيبها له في ان هو الموضوع مزنق معاه في فلوس، اللي هو انا عايز فلوس زيادة من الاخر. فوسام قال له خلاص فكك من الكليب خالص، خلي التراك اوديو بس. فراح بعت له بيقول له لا لا انت فاهم، خلينا زي ما احنا كليب، لان لو التراك بقى اوديو بس هو كده مضطر يرجع فلوس الكليب اللي خدها فاهم. وهنا كان اخر كلام ما بين رع وسام، او اخر حاجه بعتها وسام لرع بيطلب فيها منه ان هو يبعت له الفيرس، اداله ديدلاين وقال له لو انت فعلا في نيتك ان انت تبعت الفيرس، لو انت فعلا مش حته نصب بقى، لا انت الموضوع ظروف بالنسبه لك، فخلاص ابعت لي الفيرس او ابعت لي الفلوس في الديدلاين ده. يعدي شهر واتنين لسه رع ما بعتش الفيرس لغايه دلوقتي ولا حتى بيرد على وسام. وسام قرر ان هو ينزل ديس على رع، والديس فعلا نزل بعنوان يع، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. اسمع علينا يلا بقى نكمل الفيديو. لو اتكلمنا عن وسام فوسام نزل ديس، انا هحلل الديس بتاع وسام بكره او بعده معرفش لسه، هينزل على ام اي راب، مش هنا، مش هقول لك لينك القناه طبعا في الديسكريبشن، بس انت عارف ام اي راب مش محتاج ان انا احط لك اللينك بتاعها. الموضوع كان من قريب، لسه بتكلم في 9 الموضوع وصل ل10، احنا حاليا في اخر 11، يمكن لسه ناوي ان هو هيسجل ويبعت، يمكن حصل له ظروف مثلا ومش قادر ان هو يكنسل ان هو محتاج الفلوس، بس لما الموضوع يبقى متكرر يبقى اكيد دي مش صدفه. فانا مش بتهم حد بحاجه، انا بعرض لك موقفين حصلوا وبالادله. ورساله الرع لو انت فعلا بتشوف الفيديو ده، انا حزين والله، انا حزين جدا، انا حزين لان انا كنت فعلا يعني معتبرك مش بس فنان جامد، انا معتبرك قدوه، لان انا شايف انت قد ايه مظلوم، شايف قد ايه رغم ان انت مظلوم ما بتبيعش نفسك. بس يطلع الموضوع وراك الكواليس ان انت بتعمل حاجه زي دي. انت عارف المشكله في ايه؟ المشكله ان انت عارف قوه راعي الفنيه اللي هو يقدر يكتب 50 فيرس، يا عم عادي اعمل يا عم الفيرس وابعته. هل دي هوايه؟ هل النصب هوايه؟ انا مش مبسوط وانا بعمل فيديو زي ده، انا ما بحبش اذكر اسامي، ما بحبش اتكلم عن حد، ما بحبش اتهم حد، بس هو ما سابش اي طريقه، قطع كل طرق التواصل ما بينه وما بين الناس اللي ضحك عليها واتنصب عليها دي. طبعا مش قادر اقول ان هو لو عمل الفيرسات دي فخلاص انا همسح الفيديو، لان اصلا ما فيش حد هيبقى عايز يشتغل معاه،
مش حد هيبقى عايز ان هو بعد ما اتنصب عليه الشخص اللي نصب عليه يرجع يقول له خلاص خلاص ولا كأن حاجه حصلت، خد يا عم الفيرس. لا، لازم الفلوس ترجع، انت لازم ترجع الفلوس، ما نسمعش عن حاجه زي دي تاني بعد كده. انت بتخاطر بايه؟ بتخاطر باسمك وسمعتك، وعشان ايه؟ فاهم؟ صدمه كبيره خدتها الصراحه في الموضوع ده. كنت عارف ان المجال فيه حاجات كتير غلط بتحصل، بس كنت فاكر ان الغلط ده بيحصل من شركات، مديرين الاعمال، اي حد شغلانته بيزنس، اي حد مش فارق معاه ابدا الفن، مش الفنان نفسه اللي يكون اللي بيعمل الغلط. كان اخري مثلا اتوقع منك ان انت تكون مش سالك، اخرك مثلا ان انت تكذب في تراكاتك، ان انت تطلع فيك، فاهم؟ بس مش لدرجة ان انت تخاطر باسمك وبسمعتك عشان شوية فلوس اكيد اتصرفوا اساسا. وبس ده كان فيديو النهارده. اي حاجة انا جبتها في الجزء اللي في الاول اللي بتكلم فيه بره عن الراب، اي صورة انا جبتها مش قاصد بيها الشخص ده، انا بجيب بس مجرد امثلة ممكن، فاهم؟ مش قصدي بيها ان الناس دي اتظلمت او بتستغل، ما دي ما اعرفش الصراحة، ما عنديش معلومات. يعني واحد زي رمضان صبحي اكيد هو ما اتظلمش، فاهم؟ بس الموضوع لما دخل فيه فلوس هو ظلم نفسه. انت فاهم حاجة؟ انا مش قصدي اهانة لاي حد من الناس دي ولا قصدي اي حاجة بالنسبة للراب. اي حد انا لمحت له ما ذكرتش اسمه فالله اعلم يمكن هو دلوقتي اتغير، واكيد هو دلوقتي اتغير، لان اكيد في ظروف صعبة كتير عدت عليك. ده مش مبرر بس يعني فاهم، اكيد انت هتوصل لمرحله تقف كده وتسال نفسك انا ليه بعمل كل ده وتعقل، فاهم؟ والاسم اللي انا ذكرته اللي هو اسم راعي يعني، فصراحه انا كنت محتار اتكلم بصراحه على اذكر اسامي. انا مش قصدي اي تشهير، مش قصدي اي اهانه، بس حط نفسك مكان انت جاي لك حد بيقول لك ان هو اتظلم ومن حد انت كنت بتمجد فيه في فيديوهات كتير جدا. واحد زي وسام مثلا، مش هقول لك ان انا اللي عرفته على رع، بس اكيد في ناس كتير يمكن ما كانتش تعرف رع وعرفته من فيديو او الاثنين او الثلاثه اللي انا اتكلمت فيهم عن رع. جبت تراك ليه قلت ان هو واحد من اقوى التراكات في تاريخ الراب سين. عملت فيديو عن اقوى تراكات اندر ريتد وحطيت فيه كذا تراك لرع. عملت فيديو كامل عن اقوى فيتشرز وكان فيه بتاع 5 6 تراكات لرع كان هو بطل الفيديو. عملت فيديو عن اقوى رابرز في 2023 و2022 و2021. رع كان موجود في الفيديوهات دي وكان بياخد مراكز عاليه جدا، لان انا فعلا هو فنان مش هكدب، هو قوي جدا فنيا، وطبيعي لما اتكلم عنه كويس واعرف بعد كده ان انا كنت بمجد في حد بسبب كلامي عنه. يمكن رابرز كتير صغيرين يحاولوا يبعتوا له ويتواصلوا معاه ويعملوا معاه تراكات لان هو معروف عنه ان هو بيعمل فيتشرز كتير، وفجاه الناس دي يتنصب عليها، فلازم نحذر، لازم نقول ان ده اللي حصل. ما اعتقدش ان بعد الفيديو ده ممكن حد يضحك عليه تاني، ممكن ناس كتير تتواصل معاه او يبقوا عايزين يعملوا معاه تراكات، بس اكيد مش هيبعتوا له فلوس قبل ما يتاكدوا الاول ان هو هيعمل التراك. فيمكن الفيديو ده يكون حمايه ليهم، يمكن الفيديو ده يخلي راعي يرجع عن اللي هو بيعمله، يمكن الفيديو ده بعد فتره يتحذف، يمكن لاي سبب، سواء بقى ان هو يتواصل معايا او ان مثلا يتمسح باي طريقه. اللي عايز اقوله لك، لو انت فعلا رابر جديد، لان الراب سين المصري دايما بيبقى الرابرز فيه اكتر من الفانز اصلا، حاول ما تتخدعش، حاول ما تخليش حد ينصب عليك، تلاقي على قد ما تقدر حد تثق فيه في المجال اللي مفيش حد سالك ده اصلا. حاول تبطل، فاهم؟ وتريح دماغك. بهزر طبعا، بس يعني مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. استنوا فيديو تحليل ديس اللي نازل منه سام على قناه ام اي راب. لو حصل معاكم اي موقف احكوها وانا هحاول على قد ما اقدر اثبتها، حتى لو على فترات اثبت كل كومنت بيتحكي فيه حاجه، بحيث ان الكومنتات تكون جزء اضافي على الفيديو ده، حكايات اضافيه، قصص ليكوا انتوا، عشان لو حد لسه داخل المجال الجديد او حد ما حصلش معاه الحاجات دي يخلي باله على الاقل. بس متنساش تعمل لايك سبسكرايب تفعل زر الجرس تابعنا على الانستجرام، واشوفكم في فيديو جديد. مو بالوصفة مع الدات عند أبيد.